السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الله العظيم، في الفيديو ده هنعرف أهم اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي بنهاية مشوار في كأس العالم للأندية، وأهم اللاعبين النادي الأهلي بيحاول يخلص فيهم الفترة الجاية. أول لاعب يرحل عن النادي الأهلي هو يحيى عطية الله. النادي الأهلي جاب يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة سنة مع وجود بند بعقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو. الأهلي قرر عدم تفعيل بند الشراء بسبب الإصابات المتكررة للاعب، وبالتالي هيرجع اللاعب لفريقه القديم سوتش الروسي. تاني لاعب يرحل عن النادي الأهلي هو حمدي فتحي. النادي الأهلي جاب حمدي فتحي على سبيل الإعارة خلال فترة كأس العالم فقط، وتنتهي إعارته بانتهاء مشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. حمدي فتحي هيرجع لنادي الوكر القطري مرة أخرى، وكانت في آراء بتطالب بشراء حمدي فتحي، لكن تم رفض هذه الآراء بسبب إن حمدي فتحي وصل من السن 31 سنة. وثالث لاعب يرحل عن الأهلي وحسين الشحات. حسين الشحات عنده أكتر من عرض من الخليج، وكمان في عروض من مصر، ولكن حسين بيفضل الخليج، ومجلس إدارة النادي الأهلي وافق على بيع حسين، خاصة مع انخفاض مستوى حسين في الفترة الأخيرة. ومن أقوى العروض اللي وصلت لحسين الشحات هو نادي العين الإماراتي. ورابع لاعب هيرحل عن النادي الأهلي هو قفشه، وده بسبب انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة ووجود محمد بن رمضان وإمام عاشور في نفس مركزه، وده هيقلل فرص مشاركته في المباريات. وعشان كده النادي الأهلي قرر التخلي عن قفشه، ولكن لم يتم التحديد ما إذا كان هيرحل على سبيل الإعارة أو بيع نهائي. خامس لاعب هيرحل عن النادي الأهلي هو وسام أبو علي. أصبح من شبه المؤكد رحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي، خاصة بعد ما تألق وسام في الفترة الماضية. وسام عنده العديد من العروض من الخليج ومن أوروبا، ولكن وسام بيفضل أوروبا، والنادي الأهلي هيوافق على بيع وسام بعد ما حط حد أدنى للسعر بيع وسام 8 مليون يورو. في حالة وصول عرض للنادي الأهلي بهذه القيمة هيتم الموافقة على بيع وسام. وكمان هيرحل الفترة القادمة عن النادي الأهلي كل من كريم نيدفيد وكمان عمر الساعي. ده كان اهم اللاعبين الراحلين عن النادي الاهلي الفتره القادمه. اما بالنسبه للاعبين اللي الاهلي يرغب في التعاقد معهم في الفتره الجايه، على راسه محمد شكري الظهير الايسر لنادي سيراميكا كليوباترا، والصفقه وصلت حتى الان 15 مليون يورو، وسوف يتم انهاء هذه الصفقه في اقرب وقت ممكن. كمان في كلام على ان لاعب نادي العين الاماراتي سفيان رحيم هيكون موجود في الاهلي مقابل انتقال حسين الشحات لنادي العين الاماراتي، والنادي الاهلي بيدفع مقابل مادي اضافه لحسين الشحات. لكن انتقال سفيان رحيم للنادي الاهلي هيكون صعب جدا لوجود فرق اوروبيه ترغب في التعاقد مع سفيان رحيم. كمان النادي الاهلي بيسعى للتعاقد مع اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي لتدعيم خط الهجوم في حال رحيل وسام أبو علي عن النادي الاهلي. ده كل ما يتعلق باللاعبين اللي يرحل عن النادي الاهلي واللاعبين المتوقع قدوم النادي الاهلي الفتره القادمه. لو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك.